وقفنا في ملخصنا اللي فات بعد ما راضية وحامد كانوا راجعين من مدينة مشهد لطهران وبيوصلوا البيت، وأول حاجة راضية بتعملها بتدخل الأوضة وبتفتح التليفون اللي كان نيمة مديهولها زمان لما كانت بتشتغل معاه، والشخص بيتصل عليها فبتقوله إن هي وصلت هي وحامد لطهران، وبتقفل على طول قبل ما حامد يجي ويشوفها، وبياخد هدومه وبيقولها إن هو هيخرج عشان عنده شغل ضروري، وبتبقى مبسوطة إن هو سامحها وبقى بيعاملها كويس. وبعد ما بيمشي بتفتح التليفون تاني وبتتفق مع الشخص اللي هي بتكلمه إن هي تقابله بعد ساعة في البيت القديم، وبتجهز نفسها وبتمشي. في الجهة التانية بنشوف نيمة متعصب لأنه خسر في الصفقة اللي كان هيدخلها، ومش بس كده ده كمان ممكن يدخل السجن، وبيبقى متضايق لأنه عارف إن حامد هيفضل وراه لحد ما يسجنه. وبنرجع تاني لراضية، وأول ما بتدخل البيت بتلاقي شهرام موجود، فبتتخانق معاه لأنها كانت بتكلم سارة والمفروض هتيجي بعد ساعة تقابلها، وبيبقى عايز يعرف منها عملت ايه في موضوع حامد، فما بترضاش تقوله على اي حاجه، فبيزعق لها لان نيمه عايز المعلومات اللي هو طلبها منها في اسرع وقت، بس بتقوله ان هي تعبت منه ومن نيمه، فبيقول لها انه مش مرتاح لها وحاسس كده ان هي مخبيه عليه حاجه. وقبل ما يمشي بيهددها بالماضي بتاعها، فبتتعصب وبترمي صندوق الصور اللي قدامها. بعد مده بتجيلها ساره وبتقول لها ما ينفعش تحاول تفكر حتى ان هي تخون نيمه لانه هيقتلها على طول، فبتبص لها وما بترضاش تقول لها ان هي عرفت حامد كل حاجه. وحامد في الوقت ده بيبقى قاعد مع المدير بتاعه وبيقول له ان شركه نيمه بحري فازت بمناقصه كبيره، وبيحاول يفهمه ان المناقصه دي خارج القانون، بس المدير بيعترض على كلامه وبيقول له ان ده مش مبرر علشان يسجن نيمه. فحامد بيتعصب لانه قدامه ادله كتير تدين نيمه، والمدير مش عايز يسمع كلامه ويسجنه، وبيفضل يترجاه ان هو يديله تصريح يستجوب نيمه أو حتى يكون حاضر لحظة استجوابه، بس المدير بيرفض وبيطرده برا الأوضة. فحامد بياخد الأوراق بتاعته وهو متعصب وبيمشي. راضية بتروح للسيد رضا أبو حامد وبتقوله إن هي عايزة تعرفه حاجات مهمة بخصوص حياتها القديمة، وهو أساسا بيبقى عارف عنها كل حاجة من السيد حسن. وبنرجع تاني لنيمة وبيبقى قاعد مع المدير بتاع حامد، وبنعرف إن هو متفق معاه، وبيبقى في كاميرا بتسجل كل حاجة بتحصل ما بينهم، وبيأكد عليه ياخد باله من موضوع شخص اسمه ركني. والمدير قبل ما يمشي بيعرفه ان هو هياخد باله من كل التصريحات بتاعته. وبعدها نيمة بيخرج الكاميرا وبيديها لبرهام علشان لو المدير فكر ان هو يغدر بيه يفضحه ويسجنوه على طول. وبنرجع للسيد رضا وبيفرح ان زوجة ابنه قالت له على كل حاجة. وبالليل حامد بيبقى قاعد لوحده وبيعرف ان نيمة بيشتغل في تخزين الأدوية الغير مصرحة للبيع، وراضية بتقول لحامد ان هي قالت لأبوه على كل حاجة. بعدها بيقعدوا ياكلوا سوا وبيبقوا مبسوطين، وبرضه رضا بيبقى قاعد بياكل مع زوجته بس ما بيرضاش يقول لها اي حاجه عن راضيه. وتاني يوم حامد بيبقى حاضر استجواب برهام، وبيبقى مركز في الكلام اللي بيقوله علشان عايز يمسك عليه اي حاجه هو ونيمه. والصديق حامد بيجيله بينادي عليه فبيقوله ان هو شاكك في ركني ومتاكد ان هو بيستخدم اراضي نيمه لصالحه. وبعدها بيروح لرئيسه وبيقوله ان هو لازم يعرف كويس قوي ان القضايا الاقتصاديه اخطر بكتير من قضايا الامن والتجسس. وبيبقى الرئيس بيحبه لانه زي ابوه بالظبط، مستحيل يقبل انه ياخد اي رشوة. وبيستغرب لما بيقولوا ان هو لازم ياخد باله من نفسه هو وزوجته، لانهم نفسهم اللي سرقوا الشنطة بتاعت زوجته في مطار مشهد. وبيفتح الكمبيوتر بتاعه وبيبدأ يوريله صور الفيديوهات اللي صوروها لنيمة لما كان في مدينة مشهد بيراقبه هو وزوجته في شهر العسل بتاعه، وبيعرض له فيديو زوجته بتقابل نيمة، فبيبقى متضايق. فالرئيس بيحاول يهديه وبيقوله ان هو ما ينفعش يحط اي افكار رديئة عن زوجته لانهم اكيد ضغطوا عليها، وبيعرفوا ان هم حاطين في تليفونه جهاز تنصت وبيراقبوا كل المحادثات والرسائل بتاعته. فبيرجع البيت وهو متضايق. تاني يوم بنشوف امير حسين صديق حامد وهو واقف قدام بيت نيمة علشان يراقب كل تحركاته، وبيتصل عليه وبيقوله ان هو بقاله ساعتين مستنيه. ونيمة في الوقت ده بيبقى قاعد مع السيد ركني وبيتكلموا بخصوص اسهم البنك اللي هيشتروها، وبيعرفوا ان هو خايف من الموضوع ده بسبب حامد، فبيطمنوا بهرام وبيجيله في اللحظة دي وبيسمعوا المحادثة اللي ما بين حامد وأمير، وبيعرف إن هو مخلي صديقه أمير يراقب كل تحركاته. وركني بيبقى شاكك إن نيمة ناوي يضحك عليه، فبيتخانق معاه وبيهدده وبيمشي. وبنرجع تاني لحامد، ولما بيتأكد إن راضية خلاص نامت بيفتش في شنطتها لحد ما بيلاقي التليفون اللي نيمة كان مديهولها، وبيتفاجئ لما بيفتحه وبيلاقيها بعتاله رسالة وبتقوله إن هي خلاص وصلت لطهران مع حامد، فبيحس إن هي بتكذب عليه وبتخدعه. بهرام بيبقى راكب العربية مع تينا وبيقولها إن هما لازم يخلوا حامد يسيب القضية بتاعت نيمة، لأن لو فضل ماسكها مش هيسكت غير لما يقبض عليه.
وبيعرفها ان الطريقة الوحيدة اللي هيقضي بيها على حامد هي راضية. فتينا بتعرفه ان هي هتقابلها بكرة وتتكلم معاها، وبيوصلها لبيتها وبيمشي. وبنشوف حامد وهو قاعد مع ابوه زعلان، فبيقوله ان هو لازم يفكر بعقله وقلبه، لان ساعات قلبه بيقوله يعمل قرارات غلط. فحامد بيعرفه ان هو مش هيتخلى عن قضية نيمة غير لما يكشف الفساد اللي بيعمله ويقبض عليه. فابوه بيبقى مبسوط من شجاعته وبيقول ان هو هيدعي له. تاني يوم راضية بتروح تقابل تينا وبتبقى مبسوطة لما بتشوفها، وبتقول لها ان أليكس رجع لإيران وكانوا عاملين حفلة كبيرة بمناسبة رجوعه، وكانت الحفلة ماشية كويس لحد ما حصل مشكلة كبيرة خلت نيمة متعصب، وقرر ساعتها ان هو هيأذي حامد بأي شكل من الأشكال. وطبعا راضية بتخاف على حامد لأنها بتحبه، وبتتصدم لما بتقول لها ان هو ناوي ينشر الصور والأفلام بتاعتها اللي كان مصورها لها قبل كده. فراضية بتبقى مصدومة من اللي هي سامعاه، وبتاخد بعضها وبتمشي. وحامد بيروح للمدير بتاعه وبيقوله ان هو جمع كل حاجة على نيمة. وطبعا المدير اول ما بيقرا الاوراق دي بيتعصب، لانه بيشتغل مع نيمة ومش عايزه يتأذي، لانه بيديله طبعا فلوس كتير. وبيعرفه ان اول حاجة لازم يعملوها يطلعوا مذكرة استدعاء لنيمة. فالمدير بيسمع كلامه لان الادلة كلها موجودة قدامه. وطبعا حامد بياخد ورقة الاستدعاء وبيبقى مبسوط. راضية بتروح لبيت نيمة وأمير بيشوفها وبيصورها، وحامد بيتصل عليه في اللحظة دي وبيقول إن هو جاي علشان ياخد نيمة. وراضية بتبقى قاعدة معاه، فبيسألها على المعلومات اللي عايزها بخصوص حامد، ولما ما بترضاش تقوله بيهددها بالصور والفيديوهات اللي معاه. وبيجي أليكس وبتقول لهم إن هي بتحب حامد، فنيمة بيتعصب عليها وبيقولها إن هو اللي يخليها تتجوزه. وبيجي حامد لأمير وما بيبقاش عايزه يدخل نهائي لأن زوجته راضية جوه، وبيحاول يعطله بأي طريقة، بس حامد بيحس إن في حاجة غريبة لكن أمير ما بيرضاش يقوله. وبنرجع لشهرام وبيقول لنيمة إن حامد على الباب، فبيقول له يفتح له علشان يقعدوا كلهم يتفرجوا على الصور والفيديوهات بتاعة زوجته. فراضية بتروح له وبتفضل تترجاه إنه ما يفتحش الباب وهتنفذ له أي حاجة هيطلبها. فبيوافق وبيخلي شهرام وأليكس ياخدوها يخرجوها من الباب الخلفي. أول ما حامد بيدخل وبيدي لنيمة مذكرة الاستدعاء بيستهزأ بيه ويقول له إن هو لازم يوري له حاجات مهمة، وبيبدأ يعرض له الصور والفيديوهات بتاعة راضية. وطبعا حامد بيبقى مصدوم من اللي هو شايفه، بياخد بعضه وبيمشي وبيركب العربية بتاعته وبيفضل يعيط. وسارة بتروح لراضية وبتحاول تهديها وبتقول لها تجيب لي نيمة المعلومات اللي هو عايزها عن حامد وهو مش هيفضحها، بس راضية بتبقى رافضة لأنها مش عايزة تضر حامد. بيجي في اللحظة دي وراضية بتبقى مرعوبة وخايفة يكون نيمة وريله الصور والفيديوهات بتاعتها. فسارة بتهديها وبتقول لها إن هي عارفة نيمة كويس ومستحيل يعمل كده. وسارة بتسيبها وبتمشي. وحامد أول ما بيشوف راضية ما بيبقاش مصدق إن هي عملت كده، وبيسألها هي كانت فين النهاردة، وما بترضاش تكذب عليه وبتقوله إن هي كانت في بيت نيمة. فبيتعصب عليها لأنها خبت عليه وما قالتلوش قبل ما تروح له، وبيبدأ يكسر كل حاجة موجودة في الأوضة. وأمه بتسمع الصوت وبتبقى عايزة تروح له، بس زوجها بيوقفها وبيقول لها إن هما ما ينفعش يتدخلوا ولازم يسيبوهم يحلوا مشاكلهم مع بعض، وبيجرح إيده بسبب عصبيته. بهرام بيروح للسيد بحري وبيقوله إن نهاية ابنه نيمة قربت، فبيعرفه إن هو هيحاول يحل الموضوع ده، وبيبقى متعصب وبياخد بعضه وبيروح لابنه وبيبقى عايزه يوقف اللي بيعمله ده علشان ما يدخلش السجن. وحامد بيصحى تاني يوم ولما مش بيلاقي راضية بيجهز نفسه وبيروح لشغله، وأمه بتقابله فبتسأله عليها، فبيقول لها إن هي راحت تزور سارة صديقتها، بس بيرجع تاني للبيت وما بيلاقيش هدومها، وبيتصل عليها بس تليفونها بيبقى مقفول. وبهرام بيروح لنيمة فبيوري له ورقة الاستدعاء اللي حامد جابها له، فبيتخانق معاه وبيقول له إنه ما كانش ينفع يوري الصور والفيديوهات لحامد لأنهم كانوا ممكن يستغلوا النقطة دي ويعرفوا يستغلوا راضية، بس باللي عملوه هم خسروا كل حاجة. حامد بيرجع لشغله وما بيبقاش قادر ينسى أي حاجة حصلت، ولما بيتصل على راضية تليفونها بيبقى مقفول، وجدتها بتتصل عليه وبتقوله إن راضية رجعت البيت ومش راضية تتكلم نهائي وهو لازم يجي ضروري. فبيسيب كل حاجة وبيرجع البيت، وطول الطريق بيفضل يفتكر ذكرياته معاها وبيبقى محتار يطلقها ولا يسيبها. وبيوصل لبيت جدتها وبتأكد عليه ما يقولهاش إن هي اللي اتصلت عليه لأنها هتتخانق معاها، وبتعرفه إن هي من ساعة ما وصلت وهي قاعدة في أوضتها وبتعيط. وجدتها بتخرج وبتسيبهم قاعدين مع بعض، وراضية بتقوله إن هي بتتألم كل يوم بسبب اللي عملته، وبتعرفه إن هي ندمانة على كل حاجة وما بتبقاش راضية ترجع معاه. فبيتخانق معاها وبيقولها إن هو زوجها وهي لازم تسمع كلامه. بعدها بتاخده للمكان ده وبتقوله إن هو بيفكرها بأمها وأبوها
وفي اللحظة دي بيجيله اتصال من أمير بخصوص ركني. وطبعا أول ما راضية بتسمع الاسم ده بتقول لحامد كل المعلومات اللي عارفاها عنه، وبتعرفه إن هو بيشتغل لصالح نيمة وبيخلص له شغل أسهم البنك. وبتقرر إن هي تفيده بخصوص الموضوع ده علشان يقبضوا عليهم كلهم ويخلصوا منهم. وبعدها بتاخده للمكان اللي اتعرفت فيه على تينا وانقذتها من الاشخاص اللي حاولوا يخلصوا عليها. وبتتصدم لما بيقول لها ان كل حاجه باسم تينا، وبيعرفها ان نيمه وراله الفيديوهات والصور بتاعتها. في الجهه التانيه السيد بحري ابو نيمه بيروح للسيد حسن وبيبقى عايزه يساعده لان حامد مش هيسيب ابنه غير لما يسجنه. ومع انه بيكره ابنه لانه بيشتغل في تجاره الادويه وفي اسهم البنك، بس في نفس الوقت ما بيبقاش عايزه يتسجن. وبيجي الليل وشهران بيروح لنيمه وبيقول له ان راضيه اتخانقت مع حامد وسابت البيت وراحت لجدتها، بس هو راح وراها. وقبل ما يمشي بيأكد عليه يعرف له مكان أليكس وبهرام. وبنرجع لراضية وبتودع جدتها وبتركب العربية مع حامد وبيمشوا. بحري بيروح لابنه وبيتصدم لما بيلاقي أليكس عنده وبيتخانق معاه لأن أليكس بيشتغل في الأعمال الدنيئة وترحل من تركيا بسبب اللي كان بيعمله هناك. وبيقعدوا كلهم مع بعض ونيمة بيقوله إن هو سجل فيديو بالاتفاق اللي حصل بينه وبين مدير حامد. فأبوه بيعرفه إن حامد مش هيسكت وهيفضل وراه لحد ما يجيب ملف الفساد بتاعه كله ويسجنه. وبيفرح لما ابوه بيقوله ان هو هيعمل المستحيل علشان يبقى وزير وينقذه من الورطه اللي هو حط نفسه فيها. بيسيبه وبيروح يقابل ساره وبيبقى جايب لها هديه وبيقعدوا يتعشوا سوا، وبنعرف ان هما متجوزين في السر. وبيقول لها ان هو نفسه يكسب في الانتخابات علشان يبقى وزير وهي تبقى زوجة الوزير، وبتبقى مبسوطه. وفي اللحظه دي بيفرح لما بتجيله رساله ويبقى هو اللي كسب في الانتخابات. وتاني يوم راضيه وحامد بيعرفوا من الاخبار ان السيد بحري بقى نائب رئيس الوزراء. وحامد بيبقى متعصب وبياخد بعضه وبيمشي، بس راضية بتوقفه وبتبقى خايفة ان هو يأذي نفسه وبتقوله لازم يفكر فيها وفي امه وابوه. في نفس الوقت ده السيد بحري بياخد بهرام ونيمة وبيروحوا يقابلوا السيد حسن اللي هيشتري منهم الأراضي اللي هيتم الاستثمار فيها، وبيعرضوا عليه ان هو يقسم الأرض دي لمساحات صغيرة علشان يبيعوها لأشخاص كتير. فبيبص على الأراضي وبياخد بعضه وبيمشي. وبعدها السيد حسن بيروح يقعد مع السيد رضا لأنه بيحبه وبيقوله أنا عارف خطة بحري وأنا عايز يدخل في الانتخابات. وفعلا دخل ونجح علشان يكسب ثقة الكل ويعرف يداري على أعمال ابنه وما يسجنوش. وبيظهر السيد حسن بيخطط لحاجة علشان يسجن نيمة وأبوه. بعدها نيمة بيروح لمكتب أبوه وبيبقى منبهر بيه، فبيقوله إن هو لازم يركز شوية لأن في 4 جرايد كاتبين عنه. فنيمة بيضحك وبيقوله إن مادام أبوه بقى وزير محدش هيقدر يعمل له حاجة. وفي الوقت ده راضية لما بتفتح تليفونها بتلاقي شهرام بعت لها صورها هي وحامد لما كانوا في مدينة مشهد، وبتعرف إن هما بيراقبوها وبيراقبوا كل تحركاتها. فبتتصل على حامد وبتطلب منه يتقابلوا وبتعرفه ان هي هتاخده المكان مهم بالنسبه لها لانه غير حياتها. وبتاخده البيت الشخص ده، ولما بيتقابلوا ما بيبقاش فاكرها. فبتقوله ان هي شافته كذا مره مع نيمة بحري في المزاد بتاع الفنان جران، وهو اكيد مش فاكرها بس فاكر اسمها. وبتعرفه ان هي اسمها مانلي وده بيبقى اسم الشغل بتاعها، فبيفتكرها على طول. بيسألها هي عايزه منه ايه، فحامد بيقوله ان هو جاي يتكلم معاه بخصوص لوحه الفنان سهراب اللي نيمة باعها مزوره في المزاد ب6 مليار تومن. والشخص ده بيبدأ يخاف لما حامد بيوريله كارت الشغل بتاعه، وبيبقى نفس الشخص اللي كان واقف مع نيمة زمان وهو بيرسم لوحتين متشابهين، واحدة حقيقية والتانية مزورة. واتفقوا هما الاتنين انهم هيبيعوا اللوحة في مزاد بمبلغ كبير ومحدش هيشك فيهم لانهم هيبقوا موجودين وهيحاولوا يبيعوا اللوحة بمبلغ كبير. وحامد بيعرفه ان هو عارف كل حاجة عن نيمة وانه بيشتغل في الفساد. في الجهة التانية بنشوف بحري وهم مستضيفينه على التلفزيون وبيبقى منافق لان كل الكلام اللي بيقوله كذب. وبنرجع لحامد وراضية وبعد ما بيمشوا الشخص ده بيتصل على نيمة وبيقوله على كل حاجة حصلت. فبيبقى متضايق وبيقول لبهرام ان هو كان جايب راضية علشان تشتغل لحسابه مش علشان تقع في حب حامد او تشتغل لحسابه. وبيقرر ان هو ينهي راضية وبيقول لبهرام انه لازم ينفذ الكلام اللي هيقوله عليه. وبيجي ابوه في اللحظة دي وبيأكد على بهرام ما يقولوش اي حاجة. وراضية بتاخد حامد للبيت اللي كان نيمة جايبه لها زمان وبتاخده للحمام اللي لقت فيه جثة البنت، وبتقول له ان كان مكتوب على المراية اهداء لنيمة. وبيجي بعد مرور كام يوم وبيبقى السيد بحري نجح في ان هو يكسب ثقة الناس كلها. طبعا السيد رضا بيبقى متضايق وبيحضر نفسه علشان يروح يصلي، وهو خارج من الصلاة بيتفاجئ لما الشرطة بتيجي وبتقبض على راضية وبيبقى معاهم مذكرة استدعاء. بحري بيروح للسيد حسن وبيشكره لانه ساعده كتير، فبيقول له ان الخطوة اللي هو اخدها يا اما هتدمر له حياته او هتدفنها. وبيسأله على ابنه نيمة فبيتوتر وبيسكت. وبنرجع تاني للسيد رضا وبيبقى مستني ابنه حامد وبيسأله هو عمل ايه مع راضية، فبيقول ان هو
بيحكي له على كل حاجة من البداية، وبيقول له إنه كان عارف كل حاجة قبل ما يتجوز راضية، لإنها قالت له قبل عقد القران، ومع ذلك أصر إن هو يتجوزها لإنه بيحبها. وفي اللحظة دي حسن بيتصل على حامد بس ما بيرضاش يرد عليه، فأبوه بيقول له إن السيد حسن عارف كل حاجة وهو اللي جه وقال له على كل حاجة عن راضية، وابنه بيعرفه إن هما ممكن يخرجوا راضية بكفالة مليار تمن، وما بيبقوش عارفين هيجيبوا المبلغ ده منين. بنعرف إن هي اتسجنت بسبب الشيكات اللي كان نيا ممضيها عليها زمان، وبنروح لراضية وبتدخل الزنزانة بتاعتها وبتبقى خايفة على عكس نيمة اللي بيبقى مبسوط، وسارة بترجع للبيت وبتبقى متضايقة من بحري وبتتخانق معاه لأن ابنه سجن صديقتها وبتوري له صورتها وهو ما بيبقاش عارفها، فبتبدأ تعرفه كل حاجة من البداية. وفي الجهة التانية شريفة بتفضل تتخانق مع زوجها رضا وبتقول له إن هو ما ينفعش يروح المسجد لأن الناس كلها شافت زوجة ابنه وهي بتتسجن وأكيد مش هيسكتوا وهيفضلوا يتكلموا عليهم، وبتبقى عايزة تعرف كل حاجة بس ما بيرضاش يقولها. ورضا بيروح للمسجد، وراضية وهي في السجن بتفضل تصلي وتدعي وبتجيلها البنت دي وبتبقى عارفة عنها كل حاجة. طبعا راضية بتبقى مستغربة وبتسألها هي عارفاها منين، فبتقولها إن هي تبع نيمة ولو عايزة تخرج لازم تكلم زوجها يبعد نفسه عن قضية نيمة. تاني يوم حامد بيروح يزورها، وأول ما بتشوفه بتفضل تعيط وبتطلب منه إن هو يسامحها، فبيهديها وبيقولها إن في خلال يومين هيخرجها من السجن، وبتفرح لما بيقولها إن هو بيحبها ومستحيل يتخلى عنها. بس ميعاد الزيارة بيخلص، وأول ما بترجع للزنزانة بتاعتها البنت اللي تبع نيمة بتشوفها وبتضربها. وتاني يوم سارة بتروح لبحري جوزها فبيتخانق معاها لأنها جات له الشغل ومحدش يعرف إن هما الاتنين متجوزين، وبتقول له إن هي عايزة تتكلم معاه في موضوع مهم، وبتبقى عايزاه يخرج صديقتها راضية من السجن بس بيقولها إن هو مستحيل يتدخل في شغل ابنه. وبالليل راضية وهي نايمة بيجيلها الأشخاص دول وبيحاولوا إن هما يخنقوها بس بيسيبوها تاني لأن دي بتبقى قرصة ودن من نيمة. وتاني يوم حامد بيروح يقابل بحري وبيقوله إن هو هيخرج له زوجته بالليل لو شال إيده من قضية نيمة، فحامد بيتخانق معاه وبيسيبه وبيمشي. بيرجع البيت وأبوه بينادي عليه وبيقوله إن هو هيجمع مليونين تومن علشان يخرج زوجته، فحامد بيقوله إن هو راح يزورها واكتشف إن نيمة سلم شيكات تانية وإجمالي المبلغ بقى 4 مليون تومن، وبيعرفوا كل حاجة حصلت بينه وبين السيد بحري. وفي زنزانة راضية بنشوف البنت اللي بتشتغل تبع نيمة وبتبقى ليها أوضة خاصة بيها ومعاها تليفون وبتخرج وبتدخل وقت ما هي عايزة، وبتبقى علامات الضرب مالية وش راضية بسببها. وبحري بيروح لنيمة وبيتخانق معاه لأن لو الشرطة ربطت بينه وبين راضية هيعرفوا يقبضوا عليه بكل سهولة لأن قضيته لسه مفتوحة وما اتقفلتش. والسيد رضا بيروح للشخص ده وبيطلب منه إن هو يبيع له البيت القديم بتاعه علشان ياخد الفلوس ويعرف يخرج راضية. حامد بيروح يقابل راضية وبيتصدم لما بيشوف وشها، فبتقول إن كل الأشخاص اللي موجودين بيكرهوه لأنه دخلهم السجن، علشان كده كلهم ضربوها ومبترضاش تقوله إن نيمة ليه علاقة بالموضوع ده علشان ما يتأذيش، وبتقوله إن هي ما مضتش على نفسها شيكات. فحامد بيعرفها إن اللي ماضي على الشيكات دي هو بهرام وهيحاول يثبت ده، بس بتفتكر لما بهرام طلب منها إن هي تمضي على الورق ده وضحك عليها وقال لها إن نيمة كتب باسمها أسهم في البنك ومحتاج بس توقعها، وطلب منها كمان إن هي توقع على شيكات فاضية. وراضية بتفضل تعيط وبتترجى حامد إنه يخرجها من المكان ده لأنها خايفة. بيجي بعد مرور كام يوم وراضية بتخرج من السجن وتينا بتيجي تاخدها وبتوديها لبيت نيمة، بس بهرام ما بيرضاش يفتح لها وبيتخانق مع نيمة فبيقول له ما يتدخلش في شغله. وبتيجي راضية وما بترضاش تتكلم غير لما بهرام يمشي، وبياخد بعضه وبيروح لتينا وبيقول لها إن هو مش مصدق إن راضية بقت متدينة وتابت عن كل حاجة وإنه شاكك فيها. فتينا بتقول له إن هي فعلا بتحب حامد بس خايفة إن نيمة يبوظ الدنيا كلها ويورطهم. وبنرجع لراضية وبتتخانق مع نيمة فبيقول لها إن مش فلوس السيد رضا اللي خرجتها من السجن وهو اللي خرجها بمزاجه، وبيقول لها إنه هيدخل السجن بسبب جوزها، وبيبدأ يضايقها بالكلام فبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتتصل على حامد وبيجي ياخدها، ما بترضاش تقول له إن هي كانت عند نيمة، وبياخدها للبيت والسيدة الشريفة ما بتبقاش طايقاها وبتنادي لحامد وبتبقى عايزة تعرف منه كل حاجة بس مش بيرضى يقول لها. تاني يوم سارة بتبعت رسالة لراضية وبيتقابلوا، وراضية بتبقى قلقانة بس سارة بتهديها وبتقول لها إن أبو نيمة بقى وزير ومستحيل يفكر إنه يأذيها تاني، فراضية بتفضل تعيط لأنها بتبقى خايفة. وبالليل نيمة بيفرح بعد ما بينشر الصور بتاعت راضية وبيفضحها في كل مكان،
وتاني يوم حامد بيروح الشغل والمدير بيوري له التقرير اللي بيتقال عنه وإنه شخص فاسد بدليل إنه اتجوز واحدة اسمها مانيلي. وحامد بيبقى مصدوم من اللي هو شايفه وبيرجع البيت وراضية بتبقى بتجهز الأكل وبتتفاجئ لما بيقولها إن نيما نشر صورها وعمل اللي كان عايزها تعمله وفضحه. ومن الصدمة بيغمى عليها. حامد بيفوقها فبتفضل تعيط لأن نيما دمر لها شرفها وحياتها، بس بيقولها إن هي ما ينفعش تخاف لأنه هيفضل معاها ومستحيل يسيبها أو يتخلى عنها. وتاني يوم السيدة شريفة بتروح السوق والكل بيفضل يبص لها لحد ما بتعرف كل حاجة، وبتروح لراضية وبتتخانق معاها وبتقولها إن هي هتقتلها لأنها دمرت سمعتهم. والسيد رضا بيشوف الناس وهما بيتكلموا على ابنه وراضية. في الجهة التانية سارة بتوري صور راضية للسيد بحري وبتتخانق معاه لأن ابنه فضحها وبوظ لها سمعتها، وبتهدده إن هي هتفضح كل حاجة عارفاها عنه بس بيضربها بالقلم. بالليل بهرام بيحاول يقنع نيمة إنه يسافر برّه إيران، بس بيرفض وبيقول له إن هو هيفضل قاعد يتفرّج على الفيلم اللي هو عمله بنفسه، ويبقى قصده على راضية وحامد. وحامد بيروح لراضية وبيحاول يقنعها ترجع البيت، بس هي بتبقى رافضة وبتقول له إن هي ندمانة إن هي اتجوزته لإنها شوّهت له سمعته. والسيد بحري بيبقى راكب العربية ومتعصب لإنه خايف إن سارة تفضحه بالأوراق والمستندات اللي معاها، وبيروح للسيد حسن فبيهدده إنه لو عمل غلط واحد هيطرده من الوزارة. وبالليل حامد بيفضل يبص لراضية ويعيط. تاني يوم سارة بتروح لراضية وأول ما بتشوفها بتفضل تعيط فبتهديها وبتقولها إن هي هتعرف تعاقب نيمة وأبوه. وحامد بيروح للشغل وبيبقى متعصب فصديقه علي بيحاول يهديه وبيبقى عايزه يبعد عن قضية نيمة علشان ما يتأذيش، بس حامد بيقوله إن هو مش هيسكت غير لما يسجن نيمة. وتاني يوم السيد رضا بيروح لبحري وبيتخانق معاه وبيقوله إن هو ما كانش متوقع إن ابنه يعمل كده في شرف بنت بريئة ما عملتلوش أي حاجة. وطبعا السيد بحري ما بيبقاش قادر يبص في وشه من اللي ابنه عمله. بالليل شهرام بيأجر الشخص ده وبيروح لراضية وبيقول لها إنه عايز الفلوس اللي هي أخدتها منه، فبتقول له يروح يقول لنيمة إن هي مش هتستسلم وهتفضل وراه لحد ما تسجنه. ويجي السيد رضا وبيتخانق معاهم وبيجي حامد وبيمسكه علشان ما يضربهمش، وراضية بتفضل تعيط وبتعتذر من السيد رضا فبيقولها إن هي بنته وهيعمل المستحيل هو وابنه حامد علشان يساعدوها. وفي الجهة التانية شريفة بتطلب من ابنها حامد يطلق راضية. وتاني يوم الشخص اللي تبع نيمة بيروح لراضية وما بيبقاش معاها فلوس فبيسجنها. نيمة بيروح لبيت السيد رضا وبيقول له إن هو بينتقم منه بسبب اللي عمله من 30 سنة، وبيتخانق معاه وبيقول له إنه لما كان عنده 4 سنين أجبر أمه تتجوز بحري اللي الكل مفكره أبوه، فبيقول له إن أبوه مرتضى وصى بكده قبل ما يموت، علشان كده هو قرر إنه يفضح شرف راضية زوجة ابنه. فبيضربه بالقلم وبيقول له إن أبوه لو كان عايش كان زمانه ضربه القلم ده. فنيمة بيقول له إن هو مش هيسكت غير لما ينتقم منه. فالسيد رضا بيقول له إنه لو عايز ينتقم فينتقم منه هو أو من حامد وملوش دعوة براضية لأنها بريئة وملهاش ذنب في اللي حصل ما بينهم من سنين. فبيقول له إن الموضوع ده مش هيخلص غير بالدم وبيسيبه وبيمشي. حامد بيروح لراضية فبتطلب الطلاق فبيعرفها إن الطلاق عمره ما كان حل ولازم يتعاونوا مع بعض علشان يسجنوا نيمة، وبيطلب منها تحكي له على كل حاجة عارفاها عن تجارته. وبنرجع لنيمة وبيروح لقبر أبو مرتضى وبيقوله إن أمه ماتت مقهورة عليه بعد ما السيد رضا خلاها تتجوز بحري وهو كبر وبقى معاه فلوس كتير، وجا الوقت اللي هينتقم فيه من السيد رضا. وأساسا ما بيبقاش السيد رضا ليه ذنب لأن مرتضى وصاه قبل ما يموت إن هو يجوز مراته البحري علشان يعتني بابنه. وبيرجع البيت وبيلاقي ركني مستنيه وبيتخانق معاه وبيقول له إنه لو صفقة السيارات دي ما تمتش هيدخلوا كلهم السجن وهتبقى دي نهايته. حامد بيقبض على رحمن اللي نيمة كان مخلي راضية تخرج معاه وصورهم سوا علشان يهددوا بالصور دي. وبعد ما بيستجوبوه بتيجي راضية وبتطلب منها تقول كل حاجة بشكل مفصل، وراضية بتبدأ تشرح كل حاجة بالتفصيل، وحامد ما بيبقاش قادر يسمع اللي هي بتقوله. وبعدها بتطلب منه إن هو يسامحها فبيقول لها إن ده كله في الماضي. وبعد ما بتمشي بيبقى متعصب وبيفضل يعيط. بهرام بيروح السجن لراضية وبيقول لها إنه مستعد يرجعها لشغلها وحياتها القديمة بس تبعد عن حامد، فبتقوله إن هي قالت لحامد كل حاجة وهتكشفه هو ونيمة وهيدخلوا السجن قريب. وحامد بيروح لصديقه علي وبيقوله إن هما لازم ياخدوا الأدلة اللي معاهم ويروحوا بيها للسلطات القضائية علشان يقبضوا على نيمة. فبيسمع كلامه وبياخد الأدلة دي وبيروح للمدير اللي بيتصدم أول ما بيشوفها لأنه طبعا بيشتغل
هيحصل مع نيمة. وبهرام بيروح لنيمة وبيعرفه كل حاجة راضية قالتها له، وبيقول له إن نهايته قربت لأن حامد قبض على رحمن وعرف منه كل حاجة. فبيقول لشهرام يجهز له الطيارة علشان يهرب. فعلا تاني يوم بيجهز نفسه، وأول ما بيدخل الطيارة بيلاقي حامد مستنيه، وبياخده لمركز الشرطة علشان يستجوبه، وبيبدأ يواجهه بكل الأدلة اللي معاه، وبيسأله على الجثة اللي راضية لقيتها في بيتها. فبيقول إن هو ما يعرفش عنها حاجة. هو بيحاول يضايقه بالكلام فبيتعصب عليه، وبينادي الأمير وبيخليه يحط الكلبشات في إيديه. المدير بيروح للسيد حسن وبيحكي له على كل حاجة، وبيقول له إن هو خايف يتسجن علشان كده جاله علشان ينقذه. فالسيد حسن بيطمنه وبيقول له إن هو هيحل الموضوع ده. وفي الجهة التانية بهرام بيروح للسيد بحري وبيحكي له على كل حاجة، وبيبقى عايزه يساعد نيمة. فبيرجع البيت وبيلاقي سارة بتجهز حاجتها علشان تمشي، وبتقوله إن هي هتفضحه وهتنشر كل المستندات اللي معاها. فبيرفع عليها السلاح وبيقولها إن هي لو عملت أي حاجة هيقتلها. فبتقوله إن هي خلاص ادت الملفات للشرطة، فبيتعصب عليها وبيقتلها. والشرطة بتيجي وبتاخده، والأخبار بتذيع اللي هو عمله. وبيخلص ملخصنا على هنا، واستنونا الملخص الجاي علشان تعرفوا ايه اللي هيحصل مع نيمة، ويا ترى هيعرف يخرج من السجن ولا حامد هيكون أذكى منه.